أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام، مرحبا بكم. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، رصد صور الهاتف جالكسي جولدن 3 في موقع هيئة الاتصالات الصينية تينا. الهاتف سامسونج SM-W 2016، والذي تم رصده مؤخرا في اختبارات الأداء على منصة GFX Bench، استطاع أن يحصل في الأسبوع الماضي على موافقة هيئة الاتصالات الصينية تينا، على الرغم من أنه لم يتم آنذاك إدراج أي صورة لهذا الهاتف في الموقع الرسمي للهيئة الصينية. ومع ذلك فقد قررت هذه الأخيرة مؤخرا نشر بعض الصور الخاصة بالهاتف جالكسي جولدن 3 على موقعها الرسمي، وهذا ما أتاح لنا فرصة الاطلاع على التصميم العام للجهاز. الهاتف سامسونج SM-W 2016، والذي يتوقع أن يحمل اسم جالكسي جولدن 3، يضم تصميم صدفي كما كان متوقعا تماما، ويضم كذلك مواصفات تقنية تشمل شاشة داخلية وخارجية بحجم 3.9 إنش وبدرجة وضوح 1280 ب 768 بكسل، على الرغم من أن اختبارات الأداء على منصة GFX Bench اقترحت قدوم هذا الهاتف مع شاشات بحجم 4.6 إنش، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن اختبارات الأداء لا تكون صحيحة دائما. وبغض النظر عن الشاشة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف جالكسي جولدن 3 كذلك مع مواصفات أخرى تشمل معالج ثماني النواة بتردد 2.1 جيجا هرتز، سيكون على الأرجح من فئة إكزينوس 7420، ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بايت، ذاكرة داخلية بحجم 16 جيجا بايت، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وخلفية بدقة 16 ميجا بكسل. ويبدو أن هذا الهاتف سيعمل مسبقا بنظام الأندرويد 5.1.1 لوليبوب، وسيأتي باللون الفضي.